إحنا كده أخدنا أساسيات التصميم، اتكلّمنا عن الوحدة، اتكلّمنا عن التوازن، اتكلّمنا عن الحركة، التناغم، التباين، ومركز السيادة. زي ما قُلت لكم إحنا في الأول خالص عايزين نعرف إيه هي المهارات اللي أنا محتاجة أنا كمُصمم graphic تكون المهارات دي عندي، أو حاجات أنا أبقى عارفاها وعندي معرفة بيها، مش بس بقى الألوان والأساسيات التصميم والحاجات دي، لأ، في حاجات تانية كده، مهارات بقى أنا محتاجة أكون عارفاها عشان هي دي الحاجات اللي هتميزني عن أي حد تاني ما عندوش المهارات دي. المهارات دي هي إيه؟ أول حاجة التطوّر، التسويق، مهارات التسويق ومهارات البيع والإقناع، حِس فني، ومهارات العرض. أول حاجة التطوّر الدائم، بحث مستمر، أنا لازم طول الوقت أكون بابحث دايمًا على الحاجات الجديدة، لإن الgraphic design من المجالات اللي بيبقى فيها ترندات طالعة، فأنا محتاجة أعرف مثلًا السنة دي إيه الألوان اللي طالعة trend، إيه الstyles اللي طالعة trend، هل مثلًا الstyle 3D طالع trend شوية الفترة دي أو السنة دي، فدي من الحاجات اللي محتاجة منّك إنّك تبحث دايمًا. كمان زي ما اتكلّمت في الأول برضه عن فكرة التغذية البصرية، يعني أنت محتاج تبدأ تعمل search دايمًا وتتفرّج على حاجات تشوف تصميمات تانية لناس تانية اشتغلتها وتشوف فكرها كان عامل إزاي وهي بتعمل ده. ده هيفيدك كتير أوي عن شخص مش بيعمل search خالص، مش بيتطلّع دايمًا على الجديد، ففعلًا دي حاجة مهمة وهتفرق معاك جدًا صدّقني. ومش بس إن أنت تبقى في تطوّر وبحث في مجالك بس، يعني لو اعتبرنا إن أنت مثلًا اتخصصت في مجال السوشيال ميديا، فأنت محتاج كمان ت تخش في المجالات التانية، تبحث في مجالات تانية غير المجال اللي أنت فيه، عشان زي ما قُلنا تتطوّر أكتر. طيب الحاجة التانية هي مهارات التسويق. ليه بقى؟ إحنا مالنا بالmarketing والتسويق دلوقتي؟ التسويق مهم علشان حاجتين، أول حاجة أنت لمّا بتيجي تعمل تصميم، أنا برضه يعني هتلاقوني يعني كلامي شوية متجه ناحية السوشيال ميديا، بس ده بينطبق على أي حاجة مش بس السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مرتبطة شوية بالmarketing ليه؟ لإنه أنت محتاج وأنت بتعمل تصميم معيّن إنّك تعرف إيه الهدف من التصميم ده، مش تعمل حاجة وخلاص، مش تعمل حاجة شكلها حلو وخلاص، زي فكرة إزازة الكاتشب اللي اتكلّمنا عنها، مش تعمل حاجة شكلها حلو وخلاص، أنت محتاج تعرف الهدف منها، وظيفتها إيه. لو هتعمل تصميم، طب هو التصميم ده هدفه إيه؟ هدفه إن أنت تبيع منتج، والّا هدفه إنّك أنت توعّي الناس بحاجة معيّنة؟ طب أنت بتكلّم مين من التصميم ده؟ يعني أنت بتكلّم ناس كبيرة، ناس شباب، والّا بتكلّم أطفال مثلًا، فهتعمل حاجات معيّنة ليها علاقة بالأطفال، والّا بتخاطب ناس مهتمة أكتر بالرياضة، والّا هتخاطب ناس سِنّهم بيتراوح من كام لكام؟ فالحاجات دي كلّها خاصة بالتسويق، بس أنت كمُصمم محتاج تكون عارفها، عشان ده هيفيدك في التصميم اللي أنت هتعمله، تمام؟ طيب أنت مش بس محتاج التسويق عشان هتصمم، لأ، أنت محتاج تسويق إنّك تسوّق بقى لنَفْسك أنت كمُصمم، علشان تسوّق لشغلك، ما هو شغلك ده سلعة أو حاجة أنت بتقدّمها أو خدمة أنت بتقدّمها للعُملا، فأنت عايز عُملا تيجي لك، فهتعمل ده إزاي من غير ما تسوّق لشغلك؟ تبتدي بقى تنشر شغلك على مواقع الخاصة بالنشر زي مثلًا behance، من أكتر المواقع اللي تقدر تنشر عليها شغلك، وده هاتكلّم عليه كمان شوية. فأنت محتاج تسوّق لنَفْسك بأي طريقة بقى كانت، سواء إنّك تقدّم محتوى، إنّك تعمل صفحة مثلًا تعرض عليها شغلك، سواء بقى على الفيسبوك، على الإنستجرام، على behance زي ما قُلنا، وهكذا. فالتسويق مهم ليك أنت كمُصمم إنّك تسوّق لشغلك أنت، في نفس الوقت أنت هتحتاجه في شغلك أنت وأنت بتعمل تصميم معيّن هتحتاج التسويق شوية، فأنت محتاج شوية تقرا عن التسويق. طيب محتاج كمان مهارات البيع والإقناع، نفس الفكرة بالضبط، أنت محتاج إنّك تبيع حاجة معيّنة، فمحتاج تعرف أنت عشان تبيعها هتعمل إيه، العميل اللي أنت بتكلّمه ده دماغه ماشية إزاي، عشان تقدر تبيع له الحاجة اللي أنت عايز تبيعها. في نفس الوقت برضه أنت بتبيع إيه، بتبيع خدماتك، أنت كمُصمم محتاج تعرف إزاي تبيع خدماتك، وإزاي تقنع العميل إنه الشغل ده هو شغل professional، وحتى لو أنت لسه في الأول محتاج تعرف ده، لإنه العميل لمّا بيلاقي الشخص اللي قدّامه عارف كده يتكلّم معاه ويقنعه، هو بيقتنع لوحده، مش مهم بقى الشغل كويس، لسه في البداية، ده حد مبتدئ، ده حد محترف، بس هو المهم بالنسبة له هو إن هو يقتنع. هيقتنع إزاي غير لمّا أنت تقنعه؟ فدي برضه من المهارات المهمة اللي لازم تكون عندك. اللي بعد كده حِس فني. بُصّوا، الحِس الفني هو مش مهارة أوي، هي حاجة مكتسبة، يعني حاجة كده أنت بتتعلّمها مع الوقت، وبتيجي مع التغذية البصرية الكتير برضه زي ما اتفقنا.
وبرضه دي ممكن حاجة من الحاجات اللي تكون بتفرق خريجي الكليات الفنية عن الكليات التانية. بس مش بعيد، يعني مش حاجة صعبة إنك تكون عندك. بالعكس، مع الوقت هتلاقي نفسك عندك حس فني بتطلع تصميم شكله حلو وفي نفس الوقت بيخدم الهدف اللي انت اصلا بتعمل التصميم ده علشانه. اخر حاجة مهارات العرض، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا. ناس كتيرة بصراحة من الناس المبتدئة بيهملوا الحتة دي، ان هم مش بيعرفوا ازاي يعرضوا شغلهم. ممكن يكون حد عامل شغل تحفة بس طريقة عرضه للشغل ده يعني مش حاطط مجهود في العرض قد ما هو حاطط مجهود في التصميم اللي هو عمله. ففي النهاية المنتج النهائي مش بيطلع يعني زي ما الناس متوقعة تشوف. فمهارات العرض بقى سواء كان في البورتفوليو بتاعك او على بيهانس مثلا، في شوية قواعد كده انت محتاج تعرفها علشان تعرض شغلك. او حتى لو هتبعت شغلك لعميل مثلا، حد مثلا طلب شغل منك فمحتاج انك تعرض له شغلك، تتكلم عن شغلك. فطريقة عرضك للشغل ده، طريقة كلامك عن شغلك، هي بتفرق كتير قوي. هي تقريبا يعتبر ممكن اقول مثلا 70-80% من الشغل ده. تمام، بيفرق جدا، بيعلي من الشغل جدا. اخر حاجة بقى هتكلم فيها النهاردة هي ازاي ادخل سوق العمل بشكل احترافي. ازاي اجهز بقى، يعني انا خلاص انا هتعلم كل الحاجات دي وهذاكر كتير وكل حاجة. مش كفاية انا بقى، يعني هدفي من كل ده ان انا اشتغل سواء بقى اشتغل في شركة او اشتغل فريلانسر، يعني حاجه مثلا تبقى كده جنب شغلي، شغل حر، يعني مش لازم اكون في شركه تبع شركه معينه. وده من الحاجات اللي بتميز مجالنا، انه انت تنفع تشتغل من البيت، ممكن تشتغل فريلانس. فسواء ده او ده انت محتاج تجهز نفسك كويس قوي للخطوه دي، انك تدخل سوق العمل. طب ازاي بقى ندخل سوق العمل؟ عن طريق 3 حاجات هنتكلم عنهم، هما السي في والبورتفوليو ولينكد ان. اول حاجه السي في، تعالوا نتكلم كده عن السي في شويه. السي في من الحاجات، طبعا انت مش هتعرف تقدم في شركه من غير سي في. اول حاجه هيطلبها منك الاتش ار مثلا او كده هو السي في، لان هو محتاج يعرف انت اشتغلت فين قبل كده، خبراتك عامله ازاي، وهكذا. ساعات بنسمع كمان كلمه تانية غير السي في، حاجه اسمها الريزومي. طب ايه الفرق بين السي في وبين الريزومي؟ السي في ده بيبقى شامل كل حاجه انت عملتها، خبراتك كلها. يعني مثلا انت مقدم على وظيفه جرافيك ديزاين، بس اشتغلت مثلا في الاتش ار قبل كده، حطها في السي في. اشتغلت مثلا في الكول سنتر قبل كده، حطها في السي في. اشتغلت في ايا كان المجال اللي اشتغلت فيه، حطها في السي في. هو ده السي في. السي في ده يعني شامل كل خبراتك في كل حاجه. طيب الريزومي بقى حاجه اصغر شويه، عن نطاق اصغر شويه. انت بتحط في الريزومي الحاجات الخاصة بالمجال اللي انت مقدم عليه بس. يعني ايه؟ انت مقدم على جرافيك ديزاين، عايز تشتغل جرافيك ديزاينر دلوقتي، خلاص بقى ملناش دعوه بقى بالاتش ار وبالكول سنتر والحاجات دي. انت تحط الحاجات اللي انت عندك خبره فيها كجرافيك ديزاينر بس، سواء بقى كورسات خدتها، سواء كان مكان مثلا شركه اشتغلت فيها قبل كده، وهكذا. فده الفرق بين السي في والريزومي، يعني عشان هي في ناس ساعات بتتلخبط بين الفرق بينهم. انت بقى يعني عشان تعرف انت تبعت انهي واحده للشركه مثلا انت بتقدم، ببساطه شوف هما طالبين ايه. بس غالبا هو اللي هيبقى يعني الناس عايزاه اكتر هو الريزومي. هم عايزين يعرفوا خبرتك في المجال اللي انت اشتغل فيه اكتر، مش عايزين بقى يعرفوا يعني حاجه اكتر من كده. تمام. طب طبعا السي في يعني عليه خلاف كبير. في ناس بتقول انه لازم بقى انت مصمم جرافيك، فلازم السي في بتاعك بقى يكون ليه تصميم معين بقى كده، والوان وحركات، وبيبقى فيه تمبلتس ومش عارفه ايه وحاجات كده. انا برضو عايزه يعني اوريكم. احنا مثلا لو كتبنا هنا سي في ديزاين، هنلاقي في بقى ايه تصميمات. شايفين بقى التصميمات دي مليانه الوان ومش عارفه متقسم بشكل عامل ازاي وفونتات عامله ازاي. لكن انا كساندي في رايي الشخصي يعني ان السي في محتاج يكون ابسط حاجه، ابسط ما يمكن. ليه؟ لانه السي في انت وظيفتك من السي في ده ايه؟ انه هو هيشوف اولا اللي هيشوف السي في ده غالبا هيبقى اتش ار. فالاتش ار اصلا مش هيبقى فاهم قوي في قصه الديزاين ولا الالوان اللايقه مع بعض ولا الكلام ده. فهو هيبقى عايز يقرا المعلومات. فكل اللي انت محتاجه في السي في شويه تنسيق بس للتكست او للكلام. يعني مثلا دي ممكن تكون من الحاجات يعني تمام، ده يمشي كويس، بس ولو انه برضو ايه يعني الشغل ده كتير شويه.
يعني أنا عايزة برضه أوريكم الCV بتاعي يعني ممكن أوريه لكم في الآخر بعد ما نخلّص، بس أنا مع المدرسة اللي بتقول إن الCV يبقى بسيط جدًا، كل اللي أنت محتاجه شوية تنسيق بس، يعني الalignment فاكرين الalignment اللي اتكلمنا فيه أو المحاذاة، يبقى الكلام كده متستف ومترتب بطريقة معيّنة، مريحة للعين، العنوان العنوان تحطه كبير مثلًا، وتحتيه مثلًا الكلام أصغر شوية عشان نبقى حققنا التسلسل البصري اللي اتكلمنا عنه برضه، فأنت هتحقق أساسيات التصميم في الCV برضه، بس مش هتعمل وِش فيه يعني فاهمين؟ عايز بقى تفنن وتعمل تصميم وكده، رأيي ده تخلّيه أحسن الportfolio. ماشي، هنتكلم عن الportfolio دلوقتي، بس في الCV زي ما قُلت لكم الموضوع بسيط بقدر الإمكان. الCV طبعًا بتحط فيه إيه، بتحط فيه اسمك، بتحط فيه أوقات كتير بالاقي الناس حاطة عنوانها بالتفصيل، حاطة حالتها الاجتماعية، حاطة مش عارفة يعني حاطة تفاصيل كده غريبة مش هتفيد يعني في حاجة. أنا برضه رأيي الشخصي إنك هتحط اسمك، ده professional أكتر يعني، إنك تحط اسمك، تحط الlocation بتاعك مش لازم العنوان بالتفصيل، ممكن بس تحط بس المدينة والبلد مش أكتر. هتحط رقم التليفون والإيميل بس، يعني مش أكتر من كده، عشان لو حد بقى يعني عجبه مثلًا عايز يتواصل معاك فإيه، يكلمك أو يتواصل معاك عن طريق الحاجات دي بس، لكن هو هيعمل إيه بعنوانك بالتفصيل، هيعمل إيه بحالتك الاجتماعية، يعني الحاجات دي لو هو بقى عايز يعرفها بعدين مثلًا في الinterview مثلًا هو يسألك عن الحاجات دي، لكن أعتقد إن هي مش مهم أوي إنها تكون موجودة في الCV. في الCV كمان هتحط إيه، هتحط نبذة صغيرة عنك، عن الهدف بتاعك الobjective، هتحط كمان خبراتك، يعني الexperience بتاعتك أنت اشتغلت فين قبل كده، تحط title بتاعك وتحط اسم الشركة، بتحط بقى description بتاع الوظيفة بتاعتك، أنت عملت إيه في الشغل ده، اشتغلت في إيه بالضبط، ضِفت إيه للشركة، كانت إيه المهام بتاعتك هناك، description صغير يعني عن الوظيفة دي. بعد كده هتحط كورسات، هتكتب برضه اسم الcourse اللي خدته والمكان اللي خدت فيه الcourse وأخدته إمتى أو حصلت على الشهادة إمتى، قسّمها بقى بالطريقة اللي أنت تحبها يعني. كمان هتحط الeducation أو التعليم اتخرّجت من إيه، وممكن في الآخر بقى تحط link بقى يعني أنت في الCV مهم إنك تحط link الportfolio وLinkedIn الاتنين، وفي الportfolio هتحط الCV وLinkedIn، وفي LinkedIn هتحط الCV والportfolio بحيث إن أنت تبقى رابط ال3 ببعض، فاهمين؟ ده بالنسبة للCV. ممكن حد فيكم يسأل سؤال إنه لو أنا ما عنديش خبرة أصلًا أحطها في الCV، أنا ما اشتغلتش في أماكن قبل كده، لسه ما عنديش خبرة، أعمل إيه، أحط إيه؟ أنت يعني ممكن إن أنت بدل ما تحط الخبرات أو يعني experience بتاعتك، تحط حاجة اسمها achievements أو حاجات أنت حققتها، زي مثلًا يعني مشاريع أنت نفذتها، حاجات تطوعية شاركت فيها، حاجات من دي، لحد ما يكون عندك خبرة تحطها بقى إيه في الCV مكان الachievements دي أو معاها يعني مش مشكلة، الachievements برضه كويسة وحلوة وبتضيف لك برضه كتير. ممكن تحط مثلًا أنشطة طلابية شاركت فيها وهكذا. بالنسبة للportfolio بقى، دي بقى الحاجة اللي بتميزنا إحنا كgraphic designer عن أي حد تاني بيقدم في وظيفة. يعني أنت لو بتقدم في وظيفة بCV بس، هو ما يعرفش شغلك عامل إزاي، ما يعرفش مستواك عامل إزاي، فمهم إنك هتقدم الCV مع الportfolio، هو لازم كده بيطلبوا الCV والportfolio الاتنين مع بعض، فالportfolio هو اللي بيميز بقى إحنا كgraphic designer عايزين نقدم في وظيفة لازم بتقدم الportfolio. لدرجة إن أنت ممكن تقدم بورتفوليو بس وتتقبل من غير CV. البورتفوليو ده بيتحط فيه إيه بقى؟ البورتفوليو ده بيتحط فيه بيبقى CV بس بشكل يعني خلّينا برضه نعمل search مع بعض عشان نعرف إيه هو البورتفوليو. ده موقع Pinterest اللي هو اللي أنا كنت باقول لكم عليه، من مواقع التغذية البصرية، نكتب كده مثلًا بورتفوليو ديزاين. هنا بقى إيه نديزاين ونبدع ونعمل تصميمات، وشايفين مثلًا ده بورتفوليو حلو أوي، هي حاطة هنا معلومات عنه. وحاطة البرامج اللي هي بتشتغل فيها، وحاطة زي CV بس بشكل funny كده شوية. وكمان بقى اللي بنضيفه على الportfolio مش بس إن هو يبقى معلومات، لأ ده كمان في الportfolio مهم أوي إنك تحط شغلك بقى، يعني تحط تصميمات أنت عملتها قبل كده، شغل ليك أنت نفذته، projects شاركت فيها، كل الحاجات دي. فهو ده الportfolio، هو ده الفرق بين الportfolio والCV.
في البورتفوليو كمان، يعني بصوا مثلا ده بورتفوليو لحد ايه شغال انتيريور ديزاينر او تصميم داخلي او ديكور يعني. فهو بصوا عاملين ايه، حاطين صور بقى الشغل اللي هم نفذوه، وفي نفس الوقت حاطين معلومات، يعني هم حاطين معلومات عن البروجكت، بيشرحوا هم عملوا ايه، بيشرحوا خطوات مثلا التصميم ده، بيشرحوا يعني مثلا لو في سكتش انت عملته للتصميم ده حطه، بتكتب مثلا نبذه صغيره عن التصميم. فكل ده يعني بيخلي البورتفوليو بتاعك يبقى احلى. وطبعا في البورتفوليو بقى في الاخر خالص بتحط الكونتاكتس بتاعتك، تحط برضو رقم تليفونك، الايميل، اي حاجه يقدروا يتواصلوا معاك بيها لو حد مثلا عجبه شغلك وعايز يتواصل معاك، فبرضو بنحط الحاجات دي. طبعا البورتفوليو ليه كذا شكل، ممكن تعمله في شكل كده PDF، تحط فيه كده ترتبه بطريقه معينه. ممكن برضو يعني لو كده لو في وقت اوريك برضو البورتفوليو بتاعي بحيث ان انتوا تاخدوا افكار. ده كده شكل PDF. عندنا كمان في البورتفوليو ممكن نعمله في شكل البيهانس او موقع بيهانس. انا مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس بيهانس ده من اكتر المواقع، اشهر المواقع اللي بنعمل عليه تغذيه بصريه، وفي نفس الوقت بيبقى من المواقع المهمه اللي بتحط عليه شغلك بقى. انت بتحط عليه شغلك، بترفعه وبتجمعه كده في ايه، زي يعني انت بتعمل اكونت على بيهانس زي ما بتعمل اكونت على الفيسبوك مثلا، او على اي منصه، بتدخل بجوجل وبتعمل بقى الاكونت بتاعك، تبتدي مثلا انت تتفرج هنا مثلا على حاجه معينه. لو انت هتعمل لوجو وعايز تعمل تغذيه بصريه، فتكتب لوجو ديزاين، او تكتب مثلا اي بقى ان كان مجال اللوجو ده، فتكتب مثلا، خلينا نكون محددين اكتر ونكتب مثلا دنتست. هيطلع لك بقى لوجوهات ليها علاقه بس ب الايه دكاتره الاسنان بس يعني، تمام. فهتلاقي بقى افكار كتير. لو انت مثلا دخلت على بروجكت مثلا زي ده، فهو هتلاقيه عرضه بطريقه معينه. دي فكره البرزنتيشن اللي كنت بقول لكم عليها، تعرضه بطريقه معينه، تكتب نبذه صغيره عن البروجكت ده، خدت الخطوات فيه، عملت ايه عشان تطلع اللوجو ده، الالوان اللي استخدمتها، الفونتات اللي استخدمتها. ده بقى ايه شغل براندنج بقى، اللي هو العلامات التجاريه. شكل اللوجو على مثلا الكمامه هيبقى عامل ازاي، استخداماته وتطبيقاته على البيزنس كارد شكله هيبقى عامل ازاي، اللوجو على الاجهزه هيبقى شكله عامل ازاي، وهكذا. فيعني خلينا كده ايه مع بعض، انا برضو بنفتح افكار عشان نبقى بنراجع كمان على كل الحاجات اللي قلناها. فده فكره البورتفوليو، انت بتعمل اكونت، وفي الاكونت ده انت بتحط الشغل بتاعك بقى. كل بروجكت يعني الاحسن انك تحطه، طبعا مهم انك تهتم بالصوره المصغره اللي هي الثامبنيل بتاعه المشروع ده، لان دي بقى الحاجه اللي هتخلي الشخص ده يعجبه فيحب ان هو يدخل ويتفرج. فانا كده عجبتني مثلا الصوره، فحابه ان انا اعرف اكتر عن البروجكت ده، فهدخل وهتفرج. تمام. بس فدي فكره بيهانس. فبيهانس من اهم الحاجات. يعني انت لو ناوي انك تكمل ان شاء الله في مجال الجرافيك ديزاين، اعمل اكونت على بيهانس وارفع عليه شغلك. وزي ما قلت لكم انا هنا حاطه ايه، حاطه لينكد ان، اللينك بتاعي على لينكد ان، فانا رابطه السي في ولينكد ان والبورتفوليو. وفي نفس الوقت انا في السي في بتاعي حاطه لينك البورتفوليو وحاطه لينكد ان كمان، وفي لينكد ان حسابي على لينكد ان حاطه البورتفوليو وحاطه السي في بتاعي. طيب من اشكال البورتفوليو برضه عشان نبقى خلصنا من النقطه دي، هي الويب سايت، انك تعمل كده لاندنج بيج او ويب سايت. طبعا دي مرحله متقدمه شويه، انا لسه ما عنديش، ناويه ان شاء الله يعني كخطوه قدام ان انا يبقى عندي لاندنج بيج. برضو دي ميزتها ان انت بترتب اللاندنج بيج او الويب سايت ده بطريقتك انت، تعمل سيكشن مثلا للشغل بتاعك في السوشيال ميديا، تعمل سيكشن للشغل بتاعك في اللوجوز، تعمل سيكشن تسميه الاباوت وتكتب فيه معلومات عنك، وترتبه بقى بالطريقه اللي انت حاببها. تمام. طيب ده بالنسبه للبورتفوليو. اخر حاجه نتكلم فيها هي لينكد ان. لينكد ان من اكتر الحاجات اللي هي يعني مميزه قوي بان انت تقدر تلاقي من عليه شغل. هو حاجه عامله زي، للي ما يعرفش برضو، هو حاجه عامله زي فيسبوك كده، بينزل عليه بوستات وبينزل عليه مقالات وحاجات وصور، لكن خاص اكتر بمجال الشغل، بيكون بروفيشنال اكتر، والناس بتشارك فيه خبراتها. وانت كمان تقدر ان انت مش بس تشارك خبراتك مع الناس، لا، ان انت كمان تلاقي شغل. بيبقى فيه جزء كده خاص بالجوبز، انت بتدخل طبعا بتحدد المجال بتاعك والمجال اللي تدور فيه، تلاقي بقى فيه يعني شغل مهول نازل.
يعني معظم الحاجات دي بتكون عايزة خبرة أكتر، يعني تكون عندك مثلًا خبرة سنتين 3 في المجال، لكن برضه ما يمنعش إنك تعمل LinkedIn وتبدأ إن أنت تنزّل شغلك ويبقى هو ده كإنه زي الportfolio بتاعك لحد ما يبقى عندك خبرة وتقدر تقدّم. طبعًا أنت تقدر تقدّم في أي وقت، بس أنا باتكلم إنه معظم يعني الوظايف اللي بتنزل عليه تكون يعني هم محتاجين ناس عندها خبرة شوية. بس الحاجات دول مهم جدًا إنك تهتم بيهم لو أنت حابب إنك أنت تدخل المجال ده عشان تعرف تقدر تدخل سوق العمل. أنا حابة أوريكم الCV والportfolio بتاعي عشان يعني ناخد أفكار، بس نتفرج وأعرفكم برضه الفرق بينهم، يعني علشان تبقوا إيه قادرين تفرقوا الفرق بينهم. بصوا ده شكل الريزومي، تمام؟ الاسم والبيانات، رقم التليفون والإيميل، وبعدين تكتب نبذة صغيرة عنك وتبتدي بقى تقسم كده الإكسبيرينس بتاعتك بالطريقة اللي أنت يعني شايفها مناسبة ليك. طبعًا بتكتب كل حاجة أنت بتكتبها، كل مثلًا مكان أنت اشتغلت فيه تكتب أنت اشتغلت فيه من كذا لكذا، ولو أنت شغال لسه في المكان ده بيبقى إيه بتكتب present إنك لسه شغال في المكان ده لحد دلوقتي. بعد ما تكتب الإكسبيرينس بتبقى الكورسات زي ما قُلت لكم، وبعدين الeducation التعليم بتاعك، وبعدين تكتب الskills المهارات بتاعتك، سواء بقى يعني الtechnical اللي هو البرامج اللي أنت بتعرف تشتغل عليها، أو الtechnical الcore skills بقى اللي هو مثلًا أنت بتسلِّم الشغل في ميعاده، بتتعلم بسرعة والحاجات دي. وفي الآخر خالص زي ما قُلت لكم أنا حاطة ده الCV أنا حاطة فيه إيه، حاطة فيه الportfolio. يعني أنا لو فتحت ده هالاقي إيه الportfolio بتاعي ماشي، وحاطة فيه behance وممكن كمان أحط فيه LinkedIn، فعشان أبقى رابطة كل حاجة ببعض، فاهمين قصدي؟ طيب ده بالنسبة لإيه، للCV. بُصّوا يعني التصميم أبسط ما يكون. أنا عن نفسي مع الاتجاه ده. في ناس تانية بتحب إنها تعمل لها التصميم، فيعني it's up to you يعني زي ما أنتم تحبوا. وفي ناس بتحب تحط صورتها في الCV برضه، فبرضه دي حاجة ترجع لكم. أنا باحس إن هي مش professional أوي. طيب الportfolio بقى بيكون فيه شوية أكتر إيه، شوية شغل يعني. بتكتب طبعًا نبذة عنك كده صغيرة، وبتكتب برضه أنت بتعرف تعمل إيه. يعني أنا هنا في الCV أنا كاتبة أنا باعمل إيه، كاتبة البرامج اللي باشتغل عليها وكاتبة الskills بتاعتي. بس هنا بقى بُصّوا يعني عاملاها بشكل funny شوية، في شوية design في الموضوع، ألوان بقى أكتر. هو ده الportfolio، هو ده بقى اللي لازم تهتم بالتصميم بتاعه علشان يقولوا عليك ده مصمم شاطر. الskills برضه يعني شايفين أنا الskills هنا حاطاها إزاي وهنا حاطاها إزاي؟ يعني أظن يعني الفرق واضح. مقسّمة بقى الportfolio بيتقسّم حسب يعني الcategory. أنا مثلًا مقسّمة شوية ده هنا الphoto manipulation أو الدمج بالصور، تمام؟ فحاطة المشاريع ورا بعض اللي ليها علاقة بالدمج، وبرضه حاطة نبذة صغيرة عن المشروع عن الproject ده، وحاطة السكتشات بتاعته، وحاطة إيه بقى، حاطة link هنا ده لو ضغطت عليه هيوديني على المشروع على behance، بحيث إن أنا يبقى إيه رابطة كل حاجة ببعض. بعدين السوشيال ميديا حاطة شغل السوشيال ميديا كله ورا بعضه، وبعدين يعني مقسّماها categories. وبعدين الbranding تالت حاجة branding، حاطة بقى إيه اللوجوز اللي عملتها بالbrand identity. ده كان لوجو المطعم، عملنا اللوجو والmenu بتاعه وكله، فده branding. وبرضه باكتب نبذة عن الحاجة اللي أنا اشتغلتها دي. ليه بقى باكتب نبذة والّا باعمل سكتشات والّا كده؟ لإن ده اللي بيبين للي قدّامي، اللي بيشوف الحاجة دي، إن لأ ده شخص فاهم، ده شخص عمل الحاجة دي بناءً على حاجات هو دارسها وعارفها، مش كده وخلاص، مش أي حاجة تيجي في دماغه وخلاص يعملها. فده بتبين قد إيه أنت حد professional وفاهم كويس في شغلك، تمام. جزء للمطبوعات كوتشينة نفذتها. ويعني ممكن تحط برضه مشروع التخرُّج لو هو ليه علاقة بالفن، يعني حاجة مرئية، حاجة بتشوفها. يعني على فكرة الportfolio ده من الحاجات اللي بتفرّق أي حد شغله مرئي. يعني مثلًا المصوّر الphotographer بيكون ليه portfolio عشان يعرض شغله، وزي ما شُفنا في المثال اللي وريتها لكم إنه هي مصممة ديكور فحاطة شغلها في portfolio. بس في النهاية بتحط بقى الcontacts بتاعتك، رقم التليفون وهكذا. يعني ده باختصار الCV والportfolio وطبعًا LinkedIn. بس أنا باشكركم، أنا مبسوطة إن أنا كنت معاكم النهارده. يعني أتمنى يعني يكون المعلومات اللي إحنا اتكلمنا فيها النهارده دي يعني استفدتوا ولو حتى بمعلومة منهم،
وقدرتوا كده تعرفوا يعني بشكل عام كده الموضوع إيه نظامه، هتخشوا أصلًا الموضوع إزاي، إيه الموضوع اللي حبيتوه، إيه المجال اللي حبيتوه أكتر، فعايزين تتعمقوا فيه أكتر. وبرضه في النهاية يعني عايزة أقول إنه أي حاجة محتاجة تعب، الموضوع ممكن يبان سهل بس هو فيه تفاصيل كتير، في نفس الوقت هو ممتع، فلو أنت حابب الموضوع وبتحب الفن وعندك كده حِس فني وحابب تدخل فيه فأشجعكم، والموضوع عايز استمرارية عشان تقدر تكمّل في الموضوع. بس شكرًا ليكم وأتمنى يعني تكونوا استفدتوا النهارده.